الميركاتو أو ما يسمى بسوق الانتقالات، وهي واحدة من أهم الفترات في الموسم للأندية سواء كان الصيفي أو الشتوي، وهي فرصة للأندية لتعزيز الفريق مثلا بالتعاقد مع أحد أفضل اللاعبين في العالم، وهي فرصة أيضا للاعب الانتقال لنادي جديد وتجربة تحدي جديد، وهذا يعطي المتابع لكرة القدم شعور التفاؤل والحماس الانتظار للصفقة الجديدة ايش ممكن تضيف للفريق. ولكن قد تكون ايضا بشكل سلبي، مثلا رحيل لاعبك المفضل او انتقال او خروج لاعب من ناديك الى نادي اخر، وخاصة اذا كان نادي الغريم مثل ما سوى لويس فيجو مع نادي برشلونة، وهذا أثر كثير جدا وسبب غضب وكراهية من المشجعين لهذا اللاعب. ولكن في رجل واحد فقط خرب كل الأحاسيس هذه المرتبطة بسوق الميركاتو، وهو فابريزو رومانو. ولكن مين هو فابريزو رومانو؟ وإيش هي قصته؟ وليش هو سبب أساسي في تخريب متعة الميركاتو في عالم كرة القدم؟ فهذا كله راح تعرفونه في هذا المقطع، وكملوا للآخر عشان تعرفوا القصة كلها. ويلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين، مرحبا بكم. رجعنا مرة ثانية في مقطع جديد، معاكم عزوز. واليوم راح نتكلم عن قصة فابريزو رومانو وليش هو سبب رئيسي في تخريب متعة ميركاتو كرة القدم، اللي هي واحد من أهم الفترات في الموسم للأندية وأيضا لمشجعي كرة القدم. طبعا يعني نحن نتحمس في مشاعر كثيرة جدا مرتبطة بالميركاتو، ولكن فابريزو رومانو هو مشكلة أساسية وراح تعرفون السبب. اشترك بالقناة واضغط زر اللايك ودعمونا نستمر لتقديم الأفضل، ويلا بينا. أولا، مين هو فابريزو رومانو؟ فابريزو رومانو هو صحفي إيطالي كان من الصغر ينوي انه يصبح صحفي، وكان عنده شغف كبير جدا في هذا المجال. فمن عمره هو 18 سنة كان في ايطاليا، انتقل فابريزو رومانو الى مدينة ميلان عشان يشتغل مع هذه الصحيفة، وهذه الصحيفة كانت تشتغل بسوق الانتقالات. وطبعا مع عمله في هذه الصحيفة صار عنده تواصل مع لاعبين وأندية ووكلاء لاعبين أيضا. ففي أحد الأيام في عام 2011 اتصل عليه أحد وكلاء اللاعبين في نادي برشلونة وأخبر عن صفقة 3 لاعبين، ومن أحد هؤلاء اللاعبين هو اللاعب الأرجنتيني ماورو إيكاردي. وكان في هذاك الوقت ماورو إيكاردي يريد ينتقل من نادي برشلونة إلى نادي سامبدوريا الإيطالي. فطبعا فابريزو رومانو مسك الخبر، وكان هو واحد من اول الناس اللي تبلغ عن هذه الصفقة. طبعا شهرته كثير، وهذا الشيء حببه كثير جدا بسوق الانتقالات، فتدخل طبعا في المجال وصار عنده علاقات اكثر. وطبعا فابريزو رومانو استمر في المجال من كل هذه السنين الى الان، وطبعا مع الوقت كسب خبرات اكثر وتواصل مع اندية اكثر وصار معروف اكثر. واكثر صفقة شهرت فابريزو رومانو في سوق الانتقالات كانت صفقة كريستيانو رونالدو في عام 2021، لما كان يريد رونالدو يخرج من نادي يوفنتوس، كان يريد ينتقل إلى نادي في مانشستر. وطبعا كان ما بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، كل الأندية كانت تقول إنه رونالدو راح ينتقل لنادي مانشستر سيتي، إلى أن جاء فابريزو رومانو وأكد إنه رونالدو راح ينتقل لليونايتد وهو الوحيد. وفي النهاية طبعا رونالدو راح لليونايتد، وكان هذه أقوى صفقة أعلن فيها بالتاريخ، وطبعا فجرت جميع مواقع التواصل الاجتماعي وزاد المتابعين، وصار المصدر الموثوق الأول في سوق الانتقالات. وطبعا إذا قال لك مثلا جدتك الحين راح تطبخ لك أكل، طبعا هير وي جو، خلاص يعني إنه صارت يعني. اسكت يا أخي اسكت، الله يخرب بيت أبوك، اسكت 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 اسكت، انا بقول لك اسكت. فهذه قصة فابريزو رومانو. لكن ليش هو مكروه عند المشجعين وليش هو السبب في تخريب متعة سوق الانتقالات؟ طبعا فابريزو رومانو هو من أوائل الذي يعلن عن الصفقات في عالم كرة القدم الآن، وهو المصدر الموثوق الأول والكل ينتظر منه ايش هي الصفقة القادمة. طبعا فابريزو رومانو اكد صفقة انتقال كيليان امبابي الى نادي ريال مدريد اسابيع او شهور قبل ما يعلن نادي ريال مدريد عن الصفقة اساسا، وحتى اللاعب يعلن عن الصفقة. يعني طبعا صفقة امبابي صارت عادية، يعني ما في اي شعور بالحماس، عكس لما انت ما تتوقع الصفقة اساسا تصير. يعني احنا نتكلم عن صفقة كيليان امبابي، واحد من افضل اللاعبين في العالم، ينتقل لنادي ريال مدريد. هذه مثل صفقة انتقال رونالدو من نادي مانشستر يونايتد إلى نادي ريال مدريد في السابق. طبعا الصفقة هذه كانت صفقة صدمة لكثير من مشجعين كرة القدم، إنه مرة واحدة ينتقل من اليونايتد إلى نادي ريال مدريد. وطبعا في كثير ما توقعوا إن هذه الصفقة تتم مرة واحدة. فابريزو رومانو ما اكتفى فقط في سوق الانتقالات، وصل الرجال حتى إنه يعلن عن فائز بالبالندور. تخيل إن البالندور واحدة من أهم الجوائز إذا ما كانت الأهم في عالم كرة القدم، يعلن عنها قبل ما يتم إعلانها. طبعا يعني شيء يقتل المتعة يعني حرفيا. لا تقتل المتعة يا مسلم،
لا تقتل المتعة، اتركني يا أخي استمتع. والله العظيم لا تقتل المتعة يا أخي. أيضا وصل إلى شيء أسوأ من كذا بكثير. طبعا تياغو الكانتارا كان قريب من الاعتزال في السنة الماضية، وطبعا ما حد يعرف عن فترة اعتزاله إلا وفابريزيو رومانو يطلع مرة واحدة ويعلن إنه اللاعب اعتزل قبل ما اللاعب يعلن اعتزاله أساسا. تخيل بشهور، ما احترم اللاعب. يعني تخيل أنت لاعب تكلم عن تياغو الكانتارا، واحد من اساطير المنتخب الاسباني في الوسط، ولكن لما جت فتره اعتزال توني كروس، بعد ما اعلن توني كروس اعتزاله، طبعا فابريزيو رومانو ظهر في بودكاست وقال انه انا كنت عارف عن اعتزاله بفتره طويله جدا، ولكن احتراما لتوني كروس ما قلت اعلن عن الصفقه. يعني طيب تياغو الكانتارا يعني. طبعا فابريزيو رومانو بافعاله نال كثير من الكراهيه من مشجعين كرة القدم في جميع مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا هو عنده متابعين كثير جدا في كل المنصات، ولكن هذا أثر عليه سلبا. مش لازم تكون دائما الأسرع، يعني لازم تحترم جوائز. يعني البالندور يعني طبعا أفضل جائزة في العالم يعني في كرة القدم. كلنا نتذكر في السابق ما كان في هذا الشيء، كان مرة واحدة تشوف اللاعب ينتقل من نادي إلى نادي أو عن طريق اليوتيوب. طبعا الفيفاوي يفهمون هذا الشيء، اللي فيديوهاتها اللي تظهر لك انه لاعب فجأة انتقل من نادي الى نادي وانت اصلا ما تعرف النادي وش صار، يعني اشياء غريبة كانت تصير. ولكن واحدة من اكثر الصفقات في السابق اللي جت صدمة لجميع مشجعي كرة القدم كان انتقال اوزيل من نادي ريال مدريد الى نادي ارسنال في عام 2014، وكانت في اخر دقائق في سوق الانتقالات. وطبعا هذه الصفقة نهلت صخب وحماس كبير جدا من جميع مشجعي نادي ارسنال حول العالم، وكانت صفقة كبيرة جدا 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 صدمة يعني. فهذا الشيء مفقود في الزمن الحالي في عالم كرة القدم، والمتعة هذه خلاص ما صارت موجودة انه اللاعب يعني كده فجأة ينتقل او لاعب فجأة يخرج، او خلاص صار كل شيء تعرفه انت ما في احساس. يعني فهمت؟ الاحساس هذا هو اللي يعطيك متعة كرة القدم. فهذا هي اسباب تدمير فابريزيو رومانو لمتعة سوق الانتقالات. وطبعا باقي الجوائز ايضا ما خلى الشيء رجال في كرة القدم كلها هير وي جو في كل مكان، هير وي جو هير وي جو وين ما تروح. ايش انتوا تعتقدوا عن فابريزيو؟ هل هذا الشيء اللي يسويه جيد ولا سيء ولا عادي؟ اعطوني اراءكم انتوا بالتعليقات عشان نشوف ايش صاير وكيف الشعب يحس عن فابريزيو رومانو. وبس، فهذه كانت اسباب تدمير فابريزيو رومانو لمتعة سوق الانتقالات في كرة القدم. فاتمنى تضغط زر اللايك والسبسكرايب اذا استمتعت بالمقطع، وادعمونا طبعا دائما في التعليقات عشان نستمر بتقديم الافضل. كان معاكم عزوز، ونشوفكم في مقطع قادم. سلام.